السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تروح تيجوا بالسلامة ويا رب عمرة مقبولة وربنا يتقبل وتبقى إن شاء الله بالعودة، والمرة الجاية يبقى حجة كبيرة إن شاء الله. اللهم امين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا هنقول لكم بس نصيحتين، أغلى نصيحتين أنا كمعتمر عايزهم. يعني أنا لو بعمل عمرة، أعظم نصيحتين عايز حد يكلمني فيهم ويفكرني بيهم. رقم واحد، اللي أنا عمرتي تتقبل إزاي؟ يعني اللي أنا المصروف اللي حضرتك صرفاه والتعب اللي انت هتتعبه في السفر وسايب البيت والراحة والسرير والروتين اليومي بتاعك ورايح. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن للنساء جهادا لا قتال فيه، لهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالإرهاق والسهر، وإن الواحد والواحدة فينا يقعد يسهر في الحرم وتمسكي مصحف وتقولي ورد وذكر والطاعة فعايزة بعد كل ده ربنا يتقبل. ربنا يتقبل إن شاء الله لما يكون رقم واحد عندنا في العبادة دي في إخلاص. اللي أنا رايح أو أنا رايحة للعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة إيه؟ لله. ولا يا رب إحنا رايحين عشان لقب، ولا الحج ولا الحجة فلان، ولا أنا رايح عشان يتقال عليا صالح أو صالحة، او انا رايح كعاده واتعودت ان انا اروح واستمتع واشوف الاماكن الجديده وفسحه. لا، انا رايح عشان اقرب منك. يبقى النصيحه الاولى اللي انا رايح لله، الاخلاص. دي نصيحه اللي انا انصح بيها نفسي وانصح بيها اي حد بيعمل اي طاعه، ان يكون هدفنا الاول والاخير الله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه عشان يكون سبب القبول باذن الله، اللي احنا في الاداره، اخوكم كمحمود غنام وكل الطاقم العمل كله بنسعى عليه، اللي احنا نقيم العبادات دي اذا كان الحج او العمره على سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. المشرف الشيخ محمد خليفه تفاصيل الرحله ان شاء الله بياخدها وبيمشي عليها، ان كل خطوه حضرتك او حضرتك بتعمليها بتكون على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. لا، ده احنا رايحين مدينه. المدينه دي انت ممكن لازم بقى ايه، تجعل لنفسك او لنفسك ورد صلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، مثلا ايه 1000 مره في اليوم، 2000، على قد ما ربنا يفتح عليك بالتسبيح والصلاه والدعاء والقرب من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقرب من الله سبحانه وتعالى. اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في الطاعات اللي احنا بنعملها. يبقى حاجتين مهمين جدا عشان العمل يتقبل والله عز وجل يقبله مننا، اللي احنا نخلص فيه لله سبحانه وتعالى، وان يكون على هدي الحبيب عليه الصلاه والسلام. فاسال الله عز وجل يا رب ما يحرمناش الاجر زي ما منعناش العمل. من عليكم برحله ملايين بل مليارات من المسلمين تتمناها. رحله العمره دي ممكن انسان يعيش عمره كله يحلم بيها وما يعملهاش. فانتم في نعمه ضخمه جدا. ممكن واحد عاش عمره يحلم بيها وما تقدرش ليه، فان ربنا اصطفاك او اصطفاك اللي انت تروحي تزوري بيته، تروحي تزوري سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، تدخلي الروضه، لان ان شاء الله المشرف ملزم يدخلكم الروضه. اوعى واحده ولا واحد ما يخشش الروضه، الزامي. سفيان ده هيدخلكم الروضه ان شاء الله، هيحجز لكم واحد واحد. معاكم زي ما استاذ فارس اتكلم، معاكم ارقام الاداره على الشنط. اي حد محتاج اي حاجه من ليل او نهار، لو تبعت رساله واتساب ومعاك رقم المشرف الشيخ محمد خليفه على الاي دي. اي حد لا قدر الله تعبان يوديه المستشفى، اي حد لا قدر الله تايه، اي حد محتاج حاجه، هيعمل معاكم العمره جماعيه، هيوديكم مزارات المدينه، هيوديكم مزارات مكه. اوعى يكون ما حدش اداكم الهدايا بتاعتكم، المصاحف والسبح والحاجات دي. ارقام الاداره معاكم، رقمي معاكم برضو على الشنط. ايه، ونقة الوان كمان. ده احنا عنينا ليه؟ احنا خدامين لزوار بيت الله الحرام. وما تحرموناش، اخر حاجه بقى، ما تحرموناش من دعوه. يعني ما تحرموناش، احنا في خدمتكم ليل نهار لحد ما تيجوا بالسلامه. ما تحرموناش من دعواتكم وتروحوا تيجوا بالسلامه، وربنا يتقبل يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.